السلام عليكم متابعيني الكرام، أهلا بيكم. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم وصفة اللهم بارك جميلة جدا ومنجزة وما بتاخدش 10 دقايق. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هعمل ايه. في البرطمان دوت هحط فيه 2 عدد بيضة، وهحط عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، ومعلقتين كبار من السكر أو حسب الرغبة، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، وعصرة ليمونة، نص واحد فقط، وهقلبهم كويس جدا في البرطمان دوت. أهم حاجة إن البرطمان يكون ناشف كويس جدا. أنا هنا بدوب السكر وكمان البيض، أنا هبدأ إن أنا أقلب فيه كمان شوية لغاية ما يعمل معايا فقاقيع بالشكل دوت. بعد كده بضيف عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة من معلقة الشاي، وهضيف عليهم 4 معالق دقيق كبار برضو هنا بقى بمعلقة الأكل، وهقلبهم كويس جدا لغاية ما يكون قوامها معايا يعني وسط، لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي، بس مهم ان احنا نقلبها كويس بالشكل دوت. في طاسة مقاسة 26 هحط فيها معلقة من الزيت وامسحها بالفرشة كويس. بعدين هنزل بالخليط اللي معايا دوت، ده القوام المناسب ليه. هبدأ ان انا اوزع الخليط ده، وانا هنا مهدية النار جدا على نار هادية، وهغطيه من 10 دقايق ل12 دقيقة بس. بعدين هسيبها تبرد تماما، هي كده استوت معايا، وهسيبها لغاية ما تبرد بالشكل ده كده. في الوقت ده هتجيب كيس تلاجة او ورق زبدة، يعني المتوفر عندكم ممكن تحطوه، وهحط عليها الفطيرة اللي معايا دي. بعد كده هجيب مربى او اي حشو حضراتكم بتفضلوه وتحشي بيها قلبها، عفوا بلفها رول بعد ما بحشيها كويس، وبحطها في التلاجة لمدة ساعة. حابة اشكر الناس الجميلة اللي بتكتبلي كومنتات لطيفة، ربنا يا رب يسعد قلبكم زي ما بتسعدوا قلبي، سعادة ليس بعدها شقاء. واي حد برضو بيحطلي لايك جزاكم الله خير جميعا، ربنا يسعدكم يا رب. بعد كده ببدأ ان انا احط لها بعد ساعة في التلاجة، بحط تحت شوية من السكر او جوز هند او اي حاجة متوفرة، وببدأ اقطعها وبتكون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك وشير. دمتم سالمين في رعاية